جماعة حب الفيني يحبك وحضن الفيني يحضنك. يسعد صباحكم. ريال مدريد يخسر ب4 أهداف مقابل هدفين لبنفيكا. ريال مدريد كان سيئا في كل شيء، في استخلاص الكرات في الشوط الأول، مجاراة الخصم بشكل سيء جدا. ضغط عالي مارسه لاعبو بنفيكا على ريال مدريد. ريال مدريد وجد ضالته في العرضيات، سجل إمبابي المنقذ الدائم لريال مدريد. لكن بعد ذلك لم نشاهد مدريد. شاهدنا أشباح في الملعب، وشاهدنا نجوم كانت تتراقص ولا تلعب كرة القدم. هذا ما كان يقول عنه السيد تشافي ألونسو عندما قال: أنا عندما ذهبت لريال مدريد لم أعلم أن هنالك حضانة داخل هذا النادي، وأنا لا أدرب الرجال، أدرب الأطفال. كان الأولى على آربي لوا أن يحسن تبديلاته ولا يحابي فيها النجوم، أمثال كل من بيلينغهام وفينيسيوس. هؤلاء الاثنين لم يقدمون أي شيء في الشوط الثاني، بل كانوا مجرد أشباح داخل الملعب. تمريرات مقطوعة، لا حضور، عبء على الفريق، عدم الرجوع للمناطق الخلفية. لم يساهموا في أي شيء، إلى أنهم ساهموا في خسارة ريال مدريد بهذا الشكل، وخروجه من ضمن الترتيب الذي كان مؤهل بشكل مباشر ليذهبوا إلى طريق مظلم في دوري أبطال أوروبا، وليواجهوا أحد الفرق في مواجهة فاصلة بعد القرعة. تبديلات السيد أربيلو كانت سيئة جدا، وساهمت بشكل كبير في فوز بنفيكا. كما قلت لكم، محاباة اللاعبين الكبار كانت هي السبب في هذه الخسارة، والانضباطية التي كان يتحدث عنها تشافي ألونسو لم تظهر اليوم نهائيا. يعني الدلال الزائد هو السبب في هذه الهزيمة. عدم أخذ المباراة على محمل الجد كان هو السبب في هذه الهزيمة. لاعبو بنفيكا آمنوا بحظوظهم. ظهرت شخصية مورينيو على لاعبي بنفيكا. التعليمات واضحة وصارمة. عندما يكون لديك مدرب يبحث عن الانضباط داخل المجموعة، وكأنك تشاهد فريقا ليس بقيمة بنفيكا، مع احترامنا لبنفيكا من الفرق المتوسطة داخل أوروبا، ولكن ظهر وكأنه من كبار أوروبا. وما جعله يظهر بهذا الشكل القوي هو رعونة وسذاجة بعض لاعبين ريال مدريد، الذي عندما يستبدلون يحدثون الكوارث والصياح والعويل: ونحن لا نستبدل، ونحن من نحدث الفارق. أنتم اليوم أحدثتم فارقا سلبيا وليس فارقا إيجابيا. على رئيس النادي أن يراجع حساباته. هذا فساد كروي داخل أرضية الملعب. هذا ليس ريال مدريد صاحب الشخصية القوية. هذا ليس ريال مدريد الذي يبحث عن ال16. هذا فريق لن يحصل على أي لقب هذا الموسم بهذا الشكل وبهذه الكيفية. وكنت قد قلت في المباراة السابقة: عدم استبدال اللاعبين الكبار الذين لا يحدثون الفارق سيشكل مصيبة وطامة كبرى. ألف مبروك بنفيكا، تستحقون هذا الفوز حتى إن كان مؤثرا أو غير مؤثر. أنا لم أشاهد النتائج الأخرى، لكنني علمت أن ريال مدريد الآن سيكون
ضمن الفرق التي ستلعب مباراة فاصلة، أما بنفيكا لا أعلم ماذا حصل في المباريات الأخرى، أو هل هو ضمن الفرق التي ستخوض مواجهة فاصلة أم لا. مورينيو أجدت وأبدعت وتصرفت بشكل لائق، وفريقك يستحق هذا الفوز. آربيلوا محاباة الكبار على حساب اسم النادي وعلى حساب ريال مدريد، خزي وعار في هذه المباراة. هارد لك ريال مدريد، ألف مبروك بنفيكا، تستحقون هذا الفوز كما قلت، وأرجو منكم المتابعة ومشاركة المنشور والإعجاب، التعليق. دعوني أستمع ما لديكم من تعليقات على هذه المباراة، وكيف ستدار الأمور في الأيام القادمة، وهل ستكون الإدارة راضية عن هذه الخسارة وهذا الانقلاب الفني داخل الميدان. لا أعلم ماذا سيحصل، لكن الأمور يبدو أنها تسير بشكل سيء، وتصبحون على ما تتمنون. وجماعة أحضن الفيني، ماذا فعل الفيني اليوم؟ شكرا جزيلا على حسن الاستماع.